بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. تحية طيبة لكل متتبع قناة الإرشاد عبر اليوتيوب. عيدكم مبارك، كل سنة وأنتم طيبين. غفر الله لنا ولكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال. جمعية الإرشاد والإصلاح كعادتها من كل سنة تطرح مشاريع اجتماعية مناسباتية في شهر رمضان الفضيل. هذه المشاريع الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، منها ما هو يدخل في روحانية الشهر الكريم من تعاطف ومن تسابق على الخير والتنافس، هي برامج تفطير الصائم أو مشروع تفطير الصائم كما هو متعارف عليه في جمعية الإرشاد والإصلاح، ومنها تقديم يد المساعدة والعون للفئات التي تحتاج المساعدة من مسنين ومحتاجين وأرامل وأيتام وغيرهم من فئات المجتمع. هذه البرامج الجمعية دأبت على القيام بها وتقديمها لمختلف فئات المجتمع منذ حوالي 27 سنة، لكن المميز في هذه السنة أن الجمعية أضافت شيء جديد، ولهذا عبرت في كلمة العيد التي وجهتها لكل إخواني وأخواتي المناضلين والعاملين في المكاتب الولائية والبلدية على أن هذا العيد جاء بالجديد. هذا الجديد هو ظهور وبروز فئة الشباب على مختلف جنسه الذكور والإناث في أفعالهم وأعمالهم النوعية والإبداعية في تقديم الخدمات الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل. وقد برزت هذه الأعمال، وكان الجديد فيها هو ظهور طواقمنا وخاصة هيئة شباب والإرشاد المتطوعة بأعمال خيرية في الجبال والشعاب والأودية والمناطق النائية. وقد ميزت هذه الفئة الشبابية هذا العام بعمل إبداعي تطوعي، وكان متمثل في الخرجات الميدانية من تقديم وجبات الإفطار أو وجبات السحور على قارعة الطريق وفي المحطات للمسافرين وعلى الطريق السيار وغيرها من الأعمال. كما أنه كان هناك جديد رغم الحر ورغم الصيام، لكن جمعية الإرشاد والإصلاح لم تتأخر عن تقديم روح التكافل والتضامن مع إخواننا المتضررين في ولاية مندية جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الميهوب والعزيزية. فوجهت الجمعية 3 قوافل، وكانت الهبة من جميع ولايات الوطن من الشرق ومن الوسط ومن الجنوب ومن الغرب، ورسمت صورة تدل على أن الجزائر بخير وعلى أن الشعب الجزائري فيه روح التويزة وروح التعاون وروح التكافل وروح التضامن فيما بينهم. كما كان لنا في هذا الشهر الحافل مشاريع طرحناها لكل مكاتبنا الولائية وطواقمنا، وقد عملنا على تحقيقها وسعينا في ذلك وبذلنا الوسع من أجل أن تتجسد على أرض الواقع. وكان في أولها قفة رمضان التي توجه للفئات المحرومة، نخص بها العائلات التي تعتزم الجمعية أو الجمعية تتكفل بها، وهو مشروع كفالة الأسر المحتاجة التي لا عائلة لها ولا عائد لها وليس لها القدرة على أن تكفل نفسها أو تكسب عيشها وقوتها. فسطرنا أننا نستهدف 80,000 عائلة، والحمد لله رب العالمين. جسدنا هذا البرنامج في 44 ولاية بين 48. ربما الولايات التي تأخرت يكون لها العذر أو تكون حاضرة في مجالات ونشاطات أخرى. وكان الرقم الذي حققناه هو أزيد من 65,000 بنسبة 82%. المشروع الثاني وهو تفطير الصائم، وهذه عملية تضامنية، وهذه عملية يتنافس فيها الناس على تقديم هذا الخير لعموم الشعب الجزائري أو المسافرين أو عابري السبيل أو حتى الأجانب. وهذه سنة طيبة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره لا من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. وكان المستهدف في هذه السنة 400,000 وجبة، والحمد لله رب العالمين قد تحقق هذا البرنامج في 31 ولاية. الولايات التي لم تقم بهذا ربما لظروف الولاية أو طبيعة العمل لا يتوائم مع هذه الولاية، فنحن نتفهم ونقبل أعذار إخواننا. هذا البرنامج حقق في 31 ولاية لأكثر من 300,000 وجبة بنسبة 76%. البرنامج الموالي هو برنامج موائد الأيتام، علما أن جمعية الإرشاد والإصلاح في مشاريعها
أنها تسعى إلى كفالة 10,000 يتيم في ربوع الوطن بأكمله. هذا البرنامج تقيم الجمعية من أجل الترويج له، من أجل التحسيس والتعريف بهذه الفئة التي تحتاج العناية والرعاية من عموم المجتمع الجزائري. هذه الأعمال الطيبة الجمعية قامت بهذا البرنامج في حوالي 18 ولاية، يعني أننا استطعنا أن نقيم موائد الأيتام لأكثر من 5000 يتيم بنسبة فاقت 53%. البرنامج الثالث هو الختان، عملية الختان، وهي سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي من سنن الحنفية السمحاء التي نريد أن يبقى الجزائريون يعني يحافظون عليها تبركا وتيمنا بشهر رمضان في 27 منه. واستهدفنا 2000 طفل، وكان البرنامج في 29 ولاية فقط بنسبة 82%، يعني 1600. البرنامج الأخير وهو كسوة العيد، واستهدفنا 30,000 طفل ويتيم وطفلة في مجموع 39 ولاية، وكان الحمد لله تحقيق الهدف هو أكثر من 29,000 كسوة وزعت بنسبة قاربت 99%. هذه في العموم. إضافة إلى ذلك أن الجمعية قامت هذه السنة بتوجيه قافلة إغاثية للإخوة الصحراويين، واستهدفنا 400 عائلة، والحمد لله تمت هذه العملية في ظروف حسنة، وكان استقبال وفرحة بهيجة من قبل إخواننا الصحراويين وتسهيل السلطات الجزائرية لهذه العملية، حيث كان يعني في ظرف قياسي حوالي 36 ساعة تمت العملية في 5 مناطق في داخل الصحراوي. إضافة إلى ذلك هناك مشاريع وبرامج وجهتها الجمعية إلى الإخوة الفلسطينيين في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا وفي باحات المسجد الأقصى بعملية بسيطة وهي تفطير الصائم. والحمد لله قد تابع الجزائريون عبر صفحات التواصل الاجتماعي كيف حضرت الجمعية راسمة للبسمة وداعمة للإخوة الفلسطينيين باسم الجزائريين، وتحقيقا للمقولة الشهيرة للرئيس هواري بومدين رحمه الله: الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة. في العموم أيها الإخوة، هذه حصيلة شهر رمضان. الجمعية تملك من المشاريع والبرامج الاجتماعية والتربوية والثقافية التي تطلقها إلى عموم المجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات التي تحتاج هذه المجتمعات هذه الخدمة وتحتاج هذه المعاونة. فندعو إخواننا جميعا المناضلين والعاملين في المكاتب الولائية والبلدية على أن يضاعفوا جهودهم وأن يستبشروا خيرا بما قدموه من أعمال طيبة، وربما هم في مواقعهم قد ينظرون إلى الأعمال التي قدموها على أنها بسيطة وقليلة، لكن هذه الأعمال تجتمع مع بعضها وتعطي لنا رسمة طيبة بريشة صنعها المحسنين الذين وثقوا في هذه الجمعية ودعموها ورعوا وكفلوا هذه البرامج التي يقدمها إخواننا وأخواتنا في البلديات وفي الولايات. في الختام ما بقي لي إلا أن أحييكم وأشكركم جزيل الشكر على ما قمتم به، على التفاني، على بذل الجهد، على السعي في كل أبواب الخير، محاولين جلب الدعم لهذه البرامج خدمة لديننا، خدمة لشعبنا الجزائري، خدمة لبلدنا الجزائر الحبيبة. وأقول عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين، وهنيئا لنا عيد استرجاع السيادة الوطنية 5 جويلية 1962، حيث الجزائر عادت من جديد إلى حاضرة الإسلام والمسلمين. مبروك على الشباب عيدهم في هذه المناسبة الطيبة. تحية طيبة لكل من ساعد وساهم وسهل ويسر عمل جمعية الإرشاد والإصلاح من سلطات محلية وسلطات مركزية. تحية إكبار للإعلاميين الذين رسموا كذلك صورة إبداعية وصورة مشرقة عن التكافل، عن التضامن، وعن نشر الخير في ربوع الوطن. كما لا تفوتنا الفرصة أن نهنئ أبناءنا، كل أبنائنا الناجحين في مختلف الشهادات التعليمية في أطوارها الثلاث: الابتدائية والإكمالية وشهادة البكالوريا. إن شاء الله للمزيد من التفوق والتألق والنجاحات إلى أن يكونوا رواد في هذه الجزائر بناءة لنهضتها وصانعين لمجدها.